مصطلح عنق الزجاجة أو البوتل نيك مش جديد علينا زي الجي بي يو بوتل نيك أو السي بي يو بوتل نيك، ولكن مع زيادة حجم الألعاب بدأ يظهر معانا مشكلة جديدة هي الهارد ديسك بوتل نيك. في حلقة النهاردة هساعدك تتعرف هل جهازك بيعاني من المشكلة دي وإيه أحسن طرق حلها. أنا عبد الله نور وأهلا بيكم في سيليكون فالي. ألين ويك 2، ستار فيلد، هاجورت ليجاسي، سايبر بانك، كلها أمثلة لألعاب أصبحت بتعتمد على ال SSD كمينيمم ريكوايرمنت، وللأسف بسبب الأسعار الحالية للسوق صعب تشتري هارد 2 تيرا SSD عشان تخصصه للألعاب. بس خلينا نشوف الأول المشاكل اللي هتواجهنا لو لعبنا الألعاب دي على هارد عادي. هتلاقي مثلا إن اللودنج سكرين بتاخد وقت طويل، هتلاقي إن بيحصل دروب فريم وفريس زي الصورة اللي قدامكم دي، الصوت ساعات بيتأخر عن الصورة، ومش محتاج أقول لك إن البوتل نيك ده مش هيفرق مع إمكانية الجهاز. طيب خلينا نتكلم عن الحل. في حلول تقليدية بس مكلفة شوية زي الريد زيرو، عيوبها إن لو هارد حصل له فيلير هتخسر كل الداتا اللي عليه. وفي حلول أكتر عملية زي الكاشنج اللي بدأ تقريبا من الجيل الثاني عن طريق السمارت ريسبونس تكنولوجي، وده بيبقى مدعوم في بعض المذر بورد لو الشيبسيت نفسها دعماه. طيب ازاي اشغل الميزه دي في المذر بورد دي؟ هتدخل على البايوس، هتختار الادفانسد سيتنج، هتدخل على الساتا كونفيجريشن، هتختار الريد، وبعد كده هتدخل على البي سي اتش كونفيجريشن، هتدخل على انتل رابيد ستارت تكنولوجي، هتخليها انيبل، بعد كده هتعمل سيف وتعمل ريسيت. اكيد طبعا هتحتاج هارد اس اس دي حتى لو مساحته 64 جيجا، وبالطريقه دي هتقدر تضاعف سرعه الهارد بتاعك للضعف تقريبا. بس مشكلتها انك لازم تسطب الويندوز نفسه على الريد وشويه تويك في الويندوز عشان تاخد افضل اداء، فالطريقه مش عمليه قوي. بس دلوقتي عندنا حل جديد هيزود السرعه لغايه 10 اضعاف ومن غير اي تويك في الويندوز. طيب هنحتاج ايه؟ هنحتاج رامات يستحسن تكون اكتر من 12 جيجا، وعشان تبقى في السيف سايد تخليك 16 جيجا. وعامه سعر الرامات دلوقتي مش غالي لحد وقت تصوير الحلقه. وهتحتاج كمان هارد اس اس دي حتى لو مساحته 64 جيجا، واخيرا برنامج بريمو كاش اللي هتكون عليه الطريقه والشرح النهارده. من غير ما اطول عليك تعال ندخل ونشوف الطريقه. البرنامج بيعتمد على 2 ليفل كاش، ليفل 1 كاش وده بيعتمد على الرامات، وليفل 2 كاش وده هيعتمد على هارد الاس اس دي. تابع معايا الشرح. خليني افترض انك عندك هارد اس اس دي منزل عليه ويندوز، هناخد منه 8 جيجا بس هنستخدمهم كليفل 2 كاش. هتضغط على مفتاح الويندوز في الكيبورد، هتكتب ديسك مانجمنت، هتلاقي خيار اسمه كرييت اند فورمات هارد ديسك بارتيشن، هتضغط عليه، هتختار السي، هتعمل شرينك للفوليوم، هيطلب منك تدخل المساحه المطلوبه، هتكتب 8192 لو محتاج 8 جيجا كاش، وبعد كده هتضغط على شرينك، هيظهر لك 8 جيجا ان الوكيتد، تضغط كليك يمين وهتعمل نيو سيمبل فوليوم، هتضغط نيكست وتضغط نيكست كمان مره، وبعد كده هيطلع لك مكان تعمل له اسم، هتختار كاشنج وبعد كده نيكست تو فينش. هتفتح برنامج بريمو كاش، هتضغط على مانج ليفل 2 ستورج، هتختار كرييت ليفل 2 ستورج، هنا هتختار البارتيشن اللي اسمه كاشنج، وخد بالك هتختار البارتيشن مش الهارد كله، وبرضه خد بالك ان البارتيشن ده يختفي للويندوز طول ما انت مفعل خيار الكاشنج. في المثال اللي قدامنا انا هختار بارتيشن الاتش لاني مش منزل الويندوز على اس اس دي، بالنسبه اللي منزله على اس اس دي هيختار البارتيشن الكاشنج اللي احنا عملناه في الخطوه اللي فاتت، وبعد كده هتضغط على فورمات وتقفل. هتضغط على كرييت نيو كاش تاسك، المره دي هتختار الهارد اللي عليه الالعاب اللي انت عايز تسرعه، هتضغط نيكست، ممكن تضغط على البريسيت كونفيجريشن وتختار منها الكونفيجريشن اكسلريت ريد اند رايت، او ممكن تعدل يدوي زي ما قدامك هنا. هندخل على ليفل 1 كاش، المقصود بيها هنا الرامات، هختار على حسب الرامات بتاعتي، لو راماتك 32 ممكن تختار لغايه 24، وخليك فاكر ان الجزء ده من الرامات مش هيبقى برضه بتوفر الويندوز لغايه ما اوقف او امسح الكاش تاسك. طيب لو انا ما عنديش كميه كافيه من الرامات، ممكن اختار 1 أو 2 جيجا من الرامات كليفل 1 كاش، او اشتري رامه جديده 8 جيجا هيكون ثمنها من 400 جنيه ل 700 جنيه وهتفرق معاك جدا في الاداء. نيجي لاهم نقطه، الليفل 2 كاش.
هتدخل على الكاش اوبشن، هتخلي الكاش سبيس 50% عشان نسرع القرايه والكتابه. هنضغط على اوكي، وبعد كده هنختار السايز هنخليه ماكس، وبعد كده هنروح للبلوك سايز برضه هنخليه ماكس، واخر حاجه الديفر رايت هنخليها زي ما هي 10 ثواني. مش عايز اخدك واقول لك ان انت لو عملت تيست ببرنامج زي الكريستال مارك هتلاقي هاردك بقى اسرع من NVMe الجيم 4 كمان. تقدر تشير النتائج على جروب الفيسبوك بتاعنا سيليكون فالي هاب. اهم ملاحظه انك لما هتيجي تفتح اللعبه لاول مره مش هتحس باي فرق من السرعه، لان احنا لسه بنعمل الكاشات، ولكن لما تقفلها وتيجي تفتحها تاني مره تقريبا سرعه اللعبه وتحميلها هيقل معاك للنص. في الاخر ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان الحلقه الجايه هيبقى فيها تحديث المود اللي حل مشاكل الجليتش في اليو اي والهات، ومشاكل الجوستنج كمان لالعاب زي ريد ديد ريديمشن والعاب اللاست اوف اس. فتابعنا عشان يوصلك كل جديد، وهابي جيمنج.